والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين إمام المتقين، من قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، صلاة وتسليما دائمين ما دامت السماوات والأرض. وبعد سادة العلماء، يا علماء الأمة، يا ملح البلد، أيها المجاهدون في هذا العالم الذي انقلبت فيه المعايير رأسا على عقب، نعم، أحييكم بخير تحية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومنكم سلام من الله ورضوان لكل أمتنا المجيدة، لأمتنا الثابتة الصابرة، لأحرار هذه الأمة، للمرابطين والمرابطات، والمجاهدين والمجاهدات، لكم جميعا يا أحرار هذه الأمة تحية من الله وسلام. إلى القابعين خلف في السجون خلف القضبان، إلى الأبرار الذين يجاهدون نيابة عن هذه الأمة، إليكم جميعا يا أحرار الأمة، إلى الدكتور الحبيب صفوة حجازي، ومحمد بلتاجي، وعبد الرحمن البر، وأسامة ياسين، وعبد العظيم عطية، ومحمد علي زيناتي، وإيهاب وجدي محمد، ومحمد عبد الرحمن الفرماوي، وأخوه مصطفى عبد الرحمن الفرماوي، وأحمد فاروق كامل محمد، وهيثم سيد العربي محمود، وكل الذين حكم عليهم بالمؤبدات وحكم عليهم بالإعدام جورا وبهتانا وظلما وإفكا مبينا في هذه الأيام. إليكم تحية، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. نفتتح في مؤتمرنا هذا العلمائي، مؤتمر علماء الأمة لنصرة المظلومين والمكلومين الذين حكموا عليهم زورا وبهتانا بالإعدام. نفتتح بكلام الله تبارك وتعالى، خير كلام مع آيات بينات يتلوها على مسامعنا فضيلة الشيخ مخلص برزق، فليتفضل على بركة الله. أما بعد، أصحاب الفضيلة السادة العلماء الحاضرين في هذا المؤتمر، والسادة العلماء ممن لم يتأتى لهم الحضور، يا علماء الأمة، يا مناراتها، ويا أئمتها، ويا معشر المسلمين جميعا. ها قد سمعنا هذا البيان الذي ما بعده بيان، بيان العلماء، بيان المؤسسات والمنظمات والروابط والاتحادات العلمائية في العالم الإسلامي كله، والقائمة مفتوحة، فكل العلماء، كل من ينتسب إلى العلم والعلماء لا بد أن يكون مع هذا الاتحاد، ولا نشك مع هذا البيان، ولا نشك أن جميع علماء الأمة الحقيقيين مع هذا البيان، حتى لو تعذر على بعضهم لظروف وأسباب، لو تعذر عليهم التوقيع عليه. فإذا هذا بحق بيان الأمة وبيان علماء الأمة، وهو كما قلت بيان ما بعده بيان. ولذلك أكتفي بتذكير الأمة وسائر العلماء أن هذه القضية يجب أن نستمر فيها، يجب أن نستمر في التنبيه على خطورتها وتداعياتها الواردة في البيان. إن تداعيات هذه الجريمة العظمى، إن تداعيات هذا الشر وهذا البطش وهذا الجبروت ستكون على المسلمين جميعا. إن قتل العلماء، ولا أقول إعدام العلماء، قتل العلماء هذا قتل، وليس إعداما ولا حكما بالإعدام، هذا قرار بالقتل. يجب أن نقف في وجه هذا الجبروت الذي بلغ مدى لا يتصوره أحد في هذا العصر.
هذا الجبروت لا بد للأمة ولعلماء الأمة أن يفضحوه وينددوا به ويستمروا في مقاومته وفي فضحه وفضح آثاره على الأمة. إن الأمة كلها مسؤولة، إن الشعب المصري مسؤول برمته، إن النخب المصرية وعلماء مصر وعلماء الأزهر في مقدمة المسؤولين عن هذا الواقع وهذا المسار، هم الأولون في تحمل المسؤولية عن هذه المجازر التي تقع لدعاة الإسلام وعلمائه في مصر الكنانة، في مصر الأزهر. إن علماء الأزهر قاطبة مدعوون جميعا أن يتكلموا وأن يعبروا عما في ضمائرهم وعما في نفوسهم، وأن يفصحوا عما علمهم الله تعالى. وبعد ذلك الأمة كلها مسؤولة وعلماء الأمة كلهم مسؤولون. إن هؤلاء الأفاضل من العلماء الأشراف ومن العلماء الأحرار الآن يوجدون بين أنياب المجرمين والوحوش، بين براثنهم، بين أنيابهم. فعلينا أن نعمل أولا وسريعا على افتكاك هذه النخبة وهذه الثلة من علماء الأمة، أن نفتكها من أنياب الوحوش المفترسة التي تهم بتمزيقها وقتلها وتغييبها نهائيا. الأمر كله بيد الله، ولكن علينا نحن أن نفعل ما يجب علينا، أن نبقي الحياة في أمتنا وفي علمائنا. ودون أن أطيل عليكم، إن مما أدعو إليه في هذه المناسبة، مناسبة هذه القرارات بقتل العلماء وتغييب آخرين بطريقة أخرى بالسجن المؤبد، هذه من النوازل العظمى التي تستدعي منا القنوت، تستدعي منا أن ندعو الأمة وأن نقنت نحن دعاء لهؤلاء العلماء بأن يفرج الله عنهم وأن يفك أسرهم وأن يبقي حياتهم ويبقيهم بيننا، والقنوت دعاء على الظالمين أيا كانوا، سواء سموا رؤساء أو سموا قضاة. هذه كلها أسماء منتحلة. لا يوجد الآن قضاة ممن يحاكمون السياسيين ويحاكمون العلماء والدعاة. هؤلاء ليسوا قضاة، هؤلاء مأمورون، هؤلاء منفذون، هؤلاء أزلام. فإذا هؤلاء جميعا علينا أن ندعو عليهم ليل نهار، أن نقوم الليل للقنوت لفائدة هؤلاء العلماء ولفائدة شعب مصر، أن يخلصه الله من هذا الإجرام ومن براثنه ومن طغيانه وجبروته. أدعو إلى هذا القنوت وأن نستمر فيه مدة من الزمن حتى يفرج الله تعالى عنا وعن مصر الحبيبة وعن شعبها النبيل وعن هؤلاء العلماء الأشراف الأحرار الذين هم قادة الشعب. هؤلاء العلماء برزت زعامتهم ومكانتهم ومصداقيتهم في ثورة مصر، لم يعينهم رئيس، لم يعطهم أحد هذه المكانة، فهم يمثلون الشعب، وقتلهم هو قتل لهذا الشعب المصري العظيم. فلذلك علينا أن نتحرك وأن نلجأ إلى القنوت، نلجأ إلى الله تبارك وتعالى، فبيده مقاليد كل شيء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل الدكتور أحمد الريسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. نعم، قتلهم هو قتل لشعب مصر، بل هو قتل للأمة بأسرها واعتداء على حرمات الله تبارك وتعالى وعلى المؤمنين والمؤمنات في كل مكان. دعاؤنا لن يتوقف، نحن وأطفالنا ونساؤنا وجيراننا وكل مؤمن يرفع الدعاء لله تبارك وتعالى أن ينتقم من الظالمين وأن يعز المؤمنين. اللهم آمين يا رب العالمين. الكلمة سادة العلماء للبروفيسور الدكتور محمد قرماز رئيس مركز التفكر الإسلامي ورئيس الشؤون الدينية السابق في تركيا. البروفيسور محمد قرماز فليتفضل على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله العدل الرحيم القوي الكريم الذي جعل الميزان أساسا والعدل نبراسا والعلماء حراسا، فكتب على أهل العلم الشهادة بالحق والوقوف مع الحق والانتصار للحق، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للحاكمين ونصيرا للمظلومين. أما بعد، أصحاب الفضيلة، أساتذة الأجلاء، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إضافة إلى ما تفضل شيخنا الجليل وإلى بيان العلماء، اليوم أود أن أخص كلمتي توجيه الرسالة إلى عالمين فقط، فضيلة شيخ الأزهر أحمد الطيب، وفضيلة مفتي جمهورية مصر العربية شوقي علام. لقد كانت الديار المصرية الشريفة منذ فجر الإسلام منبعاً للعلماء ومأوى لطلبة العلم، يقصدها الناس طلباً لنور الأزهر ومجالسه، وسؤالاً لأئمة الأزهر ومشايخه، فلا ينكر مكانة الأزهر خاصة ومصر عامة في أمة الإسلام إلا جاحد. وهذه المكانة الكبيرة أورثت مصر مسؤولية كبيرة، فصارت قدوة للعالم الإسلامي ومحط أنظارها في العلم والعدل والتقوى والسلوك والحضارة والمدنية. ولأجل كل ما سبق، فلقد راعنا ما توتر من أخبار بالحكم على 12 عالما ومفكرا من علماء ومفكرين مصر بالإعدام أو بالقتل كما تفضل أستاذ الريسوني، بعد فترة طويلة من المحاكمة والسجن بسبب الخلافات السياسية التي حدثت في مصر منذ عام 2013. فضيلة شيخ الأزهر ومفتي جمهورية مصر العربية، إنكما تعلمان حرمة دماء المسلمين وحرمة دماء العلماء، وإننا نقدر الظروف السياسية التي تمر بها مصر العزيزة، ولكن تلك الظروف الصعبة هي مدعاة لإنهاء كل فتنة داخلية تحاول النيل من الأمان المجتمع المصري، وتحاول الزج بالمجتمع المصري في نير القلاقل الأهلية. إن الحكم على هؤلاء العلماء والمفكرين بالإعدام بسبب الضغط السياسي أو الظروف السياسية لا يتعارض أشد التعارض كما تعلمون مع المبادئ الإسلامية الداعية إلى حرمة الدم، إلى حرمة نفس الإنسان، وإلى احترام الفكر وحريته، والحث على الإنصاف والحكم بالعدل حتى في حال الخصومة السياسية. وإننا ندعوكم فضيلة الإمام وفضيلة المفتي إلى التأثير في أصحاب القرار في مصر الحبيبة للتراجع عن هذا القرار الذي سيؤدي الأمة الإسلامية جمعاء على صعيد السياسة والديانة، ويزيد الشق ويوسع الخرق بين مكونات الشعب المصري المختلفة. وندعو خصوصا فضيلة المفتي
الذي تمر أوراق الإعدام بين يديه إلى مراجعة ذلك القرار والسعي إلى حقن دماء المسلمين بكل ما أوتي من قوة ونفوذ. فالأمة الإسلامية لن تنسى أبداً جميل كل من وقف مع الحق ودرأ الفتنة عن الشعوب المسلمة وبذل وسعه في جمع كلمة المسلمين ووحدتهم. فضيلة شيخ الأزهر وسيد مفتي، حسب عقيدة الإسلام المفتي خليفة النبي في أداء وظيفة البيان، والمفتي هو موقع عن الله ليس موقع عن السياسة والحكومة والسلطة. فمن أقدم على الفتوى بمجرد الخرس وما يغلب على الظن فهو آثم وعمله محرم، فهو قول وفرية على الله وعلى رسوله بغير علم، وهو يتحمل وزر من أفتاه. قال الله تعالى في سورة الأنبياء: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. أيها المفتي ومن يفتي ويوقع هذا القرار، أقول هذا كأخ ناصح، من يفتي ويوقع هذا القرار وهو الذي سيسجل في التاريخ مفتي الدم والنار. نسأل الله أن يحفظ مصر وعلماءها ويهدينا جميعا إلى سواء السبيل، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم أنا أحس بألم شديد من عدة اعتبارات. الاعتبار الأول أننا اليوم في مواجهة عدونا المحتل الغاصب لقدسنا وقبلتنا الأولى، ولكن تحدث مثل هذه المشكلة الكبيرة في قتل العلماء فتصرفنا نحن العلماء أن نصرف هذا الوقت، وحق لنا أن نصرف أكثر من ذلك في هذه القضية. وكان الأولى أن لا تحدث مثل هذه المشاكل، وأن تجمعنا القدس، وأن يجمعنا الأقصى، وأن تجمعنا قبلتنا الأولى. ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون. كلمتي حقيقة بعد التأييد لهذا البيان الذي اطلعنا عليه من قبل والآن سمعناه، وكذلك لهذه الكلمة القيمة لسماحة الرئيس، والكلمة القيمة الموجهة من سعادة رئيس الشؤون الدينية سابقا والعالم المفكر. أؤيد كل ما جاء في هذا البيان وفي هاتين الكلمتين، ولكن أتحدث عن أمرين فقط خارج هذه المسائل. أولا، مهما بلغ الظلم فإن العاقبة للمتقين، ومهما طغى هؤلاء المتجبرون فإن كما قال رب العالمين فإن ربك لبالمرصاد، لا نشك في ذلك قيد شعرة. كما لا نشك في أن الفجر، سبحان الله، هذه الآية الكريمة، أنا أقول كلمتي للشباب حتى لا يحبطوا. القرآن الكريم في سورة الفجر تحدث عن قضيتين: قضية مشاهدة لا يشك فيها أحد، الفجر والفجر والليل والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. أيضا لا أحد يشك في أن الليل يسري نحو ضياء.
ثم قضية متفق عليها تماما بالتواتر، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ثم القضية اليقينية الكبرى التي يجب أن نؤمن بها جميعا: إن ربك لبالمرصاد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أنا أبشر جميع إخواني وأخواتي في مصر وفي غير مصر ببشارة الله وبسنن الله سبحانه وتعالى. ولو قرأنا القرآن الكريم لما وجدنا الهلاك إلا بسبب الظلم، هل يهلك إلا القوم الظالمون. آيات كثيرة في هذا المجال لا أريد أن أطيل فيها. كلمة الثانية هي حقيقة نحن اليوم مضطرون لأن نعالج العرض، ولكن المرض الحقيقي هو الانقلاب، هو الاستبداد، هو الدكتاتورية. نحن اليوم نتحدث عن قتل العلماء، ولكن هؤلاء قتلوا الشعوب، قتلوا إرادة الشعوب. فالظلم والاستبداد يقتل الشعوب. إمام الرازي عنده كلمة جميلة جدا أختم بها، ما معناه؟ يقول: لماذا أمر الله بني إسرائيل وجعلهم يتيهون في الأرض 40 سنة؟ قال: لأن الظلم الذي حدث لفرعون، حدث من فرعون لهؤلاء أفسد طبائع معظمهم وأفسد فطرتهم السليمة وقتل نخوتهم. شوف، هم رأوا بأنفسهم أن فرعون قد هلك وأن البحر قد أصبح 12 طريقا، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يسمعوا أن يجاهدوا. لماذا؟ لأنه قتلت إرادتهم. فلذلك علينا نحن العلماء بإحياء إرادة الشعوب أيضا، والدعوة إلى الحرية المسؤولة، وكما يسمى كذلك بأن يكون للأمة الحق، وأن لا يكون هناك عالم يعترف بما يسمى بالانقلاب. وهذه هي نتيجة طبيعية للانقلاب المستبد، يفعل ما يشاء. تلك هي كلمتي، وتلك هي بشارة الله سبحانه وتعالى بأن العاقبة للمتقين، وأن هذه المظالم وحتى هذه الدماء في كل مكان لن تذهب سدى، تروى بها شجرة العزة والكرامة لهذه الأمة. فعلينا أيها الإخوة الأحبة أن لا نحس بالإحباط أبدا، وأن لا نحس باليأس أبدا. فالسياسة التيئيس من أخطر أنواع السياسات الاستعمارية والصهيونية على مستوى التاريخ. علينا أن نسعى جاهدين وبكل إمكانياتنا للنهوض بالأمة، سواء كان، وأنا أعتقد إن شاء الله قضية فلسطين أحيتنا مرة أخرى، سنحيا، وأن هذه الأمة لها العاقبة، والعاقبة للمتقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الظلم عن الناس أجمعين، وأن ينتقم من الظالمين أينما حلوا وأينما ارتحلوا وأينما مارسوا ظلمهم وإجرامهم. نحن اليوم أيها الإخوة، أيها السادة العلماء، أمام مشهد وقرارات
إعدام وقتل وإجرام مسيسة جائرة فاضحة تكشف حجم الظلم الذي يعيشه أبناء هذا الشعب، ومع الأسف تبرز حجم الظلم الذي أيضا يمارسه القضاء سياسة لا حكما عدلا ولا حقا ولا إنصافا. الحكم اليوم على هذه الثلة من العلماء والدعاة والمصلحين والمفكرين الذين هم من أشرف رجالات الأمة ودعاة الخير فيها هو عدوان على أبناء الأمة جميعا، يستلزم منا الحراك. هؤلاء أيها الإخوة نعرف بعضهم ولا نعرف كثيرا منهم، والله يعلمهم ويعرف حقائقهم، ويعرفهم أبناء شعبهم بما خدموا وبما بذلوا وبما ضحوا وبما قدموا. اليوم هؤلاء الذين نتدارس ونتحدث عن أسمائهم، لا سيما من نعرف من العلماء الفضلاء والمفكرين الذين حملوا قضايا الأمة وفي مقدمتها قضية فلسطين، هؤلاء الدعاة وهؤلاء العلماء الذين كانت قضية فلسطين اليوم التي يتمسح البعض بخدمة أهلها وهم يقتلون حملتها ومن يرفعون راية الدفاع عنها. هذا أمر غريب يحتاج الحقيقة إلى أن تتحرك الأمة جميعا. والعلماء جزاكم الله خيرا أيها السادة العلماء، هذا الموقف النظري ومطلوب منكم الحراك العملي الآن بكل السبل. لا بد أن تمارسوا دوركم في الضغط على جميع الحكام. أنا أقول إن كل حاكم وكل مسؤول عربي أو مسلم يستطيع أن يكون له سهم في دفع هذا الظلم ولا يمارسه ولا يقوم به يعتبر شريكا في الاعتداء على هؤلاء. مطلوب من الحكام، مطلوب أولا من العلماء أن يضغطوا على حكام بلادهم لكي يمارسوا دورهم لوقف هذه المهزلة، لوقف هذا سفك الدماء الحرام التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهدم الكعبة حجرا حجرا أهون من دم امرئ مسلم. الآن وبالجملة يقتل خيار الناس ويقتل دعاة الخير من أبناء هذه الأمة. لمصلحة من يقتل هؤلاء العلماء؟ ما فائدة الشعب المصري والحكومة المصرية وأمتنا؟ إن المصلحة الحقيقية في قتل هؤلاء الخيرين تعود لأعداء هذه الأمة، تعود للظالمين في كل مكان. ولذلك لا بد أيها السادة العلماء بعد موقفكم هذا المشرف وكلماتكم الصادقة وبيانكم المحكم الواضح الدلالة والمؤصل لجرم مثل هذه الفعال من الحراك المباشر إلى الصادقين ومن يظن بهم الخير من حكام ودعاة ومؤثرين ليقوموا بدورهم خلال هذه المدة قبل إنفاذ هذه الجريمة. هذه جريمة وليس أحكام، لا بد من الوقوف في وجهها ولا بد من منعها بكل السبل. ومن ملك طريقة يستطيع أن يتفاعل فيها ويتحرك ولم يمارسها كان والعياذ بالله شريكا في نتائج هذه الجريمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا جميعا في طاعته وأن يعيننا على نصرة الحق وأن نكون من جنده. ولعل من الأمور التي ينبغي فعلها الآن أن تكون الخطبة القادمة في كل أنحاء العالم الإسلامي والتي بعدها قبل أن يأتي موعد تنفيذ الجريمة لا قدر الله، أن يكون تحريك للشعوب بخطب الجمعة والحديث ورفع القضايا على مثل هذه الأحكام ضد هذه الأحكام في المحاكم الدولية حتى لا تنفذ وحتى يغلق
هذا الباب بكليته. أصبحت الأهواء هي التي تحكم وهي التي تنفذ. ألا يكفي ما حصل من سلب إرادة الشعب المصري وشعوب الأمة التي أرادت الحرية وتنفيذ المشاريع الغادرة والمعتدية، ثم من قالوا كلمة الحق ومن دافعوا عن حريتهم وحرية شعبهم يكون جزاؤهم القتل. إن هذا أمر يحتاج إلى فعل الجميع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا وأن يستعملنا في مناصرة هؤلاء المظلومين وكل المظلومين والدفاع عن المقدسات وعن كرامة هذه الأمة. بالأمس يا إخوة كان المسجد الأقصى يعاني اقتحام الصهاينة، وهؤلاء كانوا وأمثالكم وهم كانوا يملؤون الأرض حراكا انتصارا لهذه المقدسات ولكرامة هذه الأمة. أفيكون جزاؤهم أن يقتلوا لتصفى الساحة للغاصبين والمعتدين والظالمين؟ لا والله، علينا أن نبذل الغالي والنفيس وأن نتحرك. حراكنا للأقصى، حراكنا لناصري الأقصى والمدافعين عنه هو كحراكنا للأقصى. فكل من تحرك وكل من غار وكل من دافع عن هذه المقدسات عليه أن يبذل جهده في الدفاع عن هؤلاء المظلومين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم وأن يرد كيد الظالمين إلى نحورهم، وأن يصرف السوء والشر عن مصر وأهلها وعن كل بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.